مسلسلات مصرية قوية جدا كان المفروض يكون فيهم جزء تاني ولكن ما اتعملش ليه؟ غتاتة. يعني انا بالنسبة لي رقم واحد هو مسلسل ما وراء الطبيعة. لو انت دخلت اي مكتبة وحبيت تبص على قصة ما وراء الطبيعة دي هتلاقيها مكتوبة في اجندات كده، يعني انت فاهم حاجة ضخمة جدا، فان انت تعمل منها مسلسل ادج كده. طيب ماشي، احنا عايزين اجزاء تانية، وقال لك في هنعمل مش عارف ايه، راح ما عملوش. طيب عدينا المرحلة دي، دخلنا على الليفل التاني يا باشا، مثلا الغرفة 207، برضه دي حاجة يتعمل منها كتير. اللقاء في الجزء الثاني خد بالك مش هنعمل. ازاي بقى؟ مسلسل حلو جاب جماهير، كريم عبد العزيز وشريف منير واسرائيل ومصر ومش عارف، والدنيا حلوه، ايه الدنيا زي الفل، وكل الناس يعني من ساعه ما الجزء الاول خلص بتقول احنا عايزين الجزء الثاني. مش هنعمل. طب ليه؟ ما هو انت قدامك يعني مشروع الناس حباه والناس عايزه منه والناس مستنياه، يعني انت ناجح ناجح. يعني انت فاهم، يعني انت نازل كده بالجزء الثاني، حتى لو معفن هينجح، انت هتخم الناس. انت فاهم؟ يعني حتى لو انت عملت مثلا الجزء الثاني ده مش حلو، الناس تيجي تتفرج حبا في الجزء الاولاني، يا عم بعد كده هيقولوا وحش بس انت هتلم فلوس والدنيا تبقى حلوه. لا، هم قرروا احنا مش هنعمل الكلام ده. فانا واحد من الناس بصراحه يا جماعه شايف ان الحوار بتاع الى اللقاء في الجزء الثاني ده عباره عن ان الاستاذ المؤلف او السيناريست مش لاقي، يعني مش عارف يقفل، مش عارف يقفل الجزء الاولاني، فبيروح فاتحها لك بقى اللقاء في الجزء الثاني ده عشان انا مش عارف اقفل. انت فاهم؟ انا بحس ده. فاهم؟ فانا بصراحه اي حاجه بقت بتظهر فيها جزء تاني انا بقيت بشوفها حاجه معفنه وبقفل منها قفله بنت 60 في 70. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنتس كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنساش اللايك، وسلام.